طريقة عمل خبز طري وطيب كتير ومناسب لسندويشات الشاورما والبطاطا. خليكم معي لآخر الفيديو لنتعلم الطريقة. هلا بالبداية نحتاج مكونات كتير بسيطة، اللي هي 3 كاسات طحين، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة سكر. معلقة السكر كبيرة نصها، وعليهم كوب ماء. بالبداية منضيف الكوب الماء ومنعجن لحتى تتكون معنا عجينة متماسكة، طبعا ما بتلزق. وأهم شيء الخطوة الأساسية اللي هي العجن، نعجن مزبوط. ومعلقة زيت، نحن عم نعجن منضيف لها معلقة زيت. هلأ هون كورتهم وعملتهم يعني حجم الرغيف اللي أنا بدي إياه. هلأ مشان ترقي العجينة أكتر، الشوبك طبعا ما حيرق لك العجينة كتير. بنعمل مخدة من شغل إيدنا عادي. بتحطي مناشف في المطبخ بقلب منشفة كبيرة، نفرد العجينة كتير بترق معنا. طريقة بس أنا ما حاستخدمها لأنه أنا مقلايتي صغيرة، بس عم أرجيكم الطريقة. شوف كيف لحتى رسمة المنشفة مبينة. هلأ هون أنا رح أعملها صغيرة على قد المقلاية تبعي. بتاخد على كل وش تقريبا دقيقتين. بدكم تعطوها بخة مي كمان قبل ما تحطوها بالمقلاية، كمان بتعطي رطوبة للعجينة. معلقة السكر بتعطي نص معلقة السكر بتعطي تراوة، بتعطي لون حلو للخبز. هلأ تقريبا 3 أكواب عملت معي 14 رغيف، طبعا من هذا الحجم الوسط. بس تطلع من المقلاية الخبزة منحطها بمنشفة رطبة. بس تصير الخبزة فاترة أو خلص تبرد، منحطها دغري بكيس نايلون مشان تحافظ على طراوتها، ما يتبخر كل المي اللي بقلبها. شوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شلون طلعوا الخبزات بياخدوا العقل. وريحة البيت كلها كانوا قاعدين بمخبز أبدا.
هلأ هون لفيت سندويشة الشاورما وسخنتها وطلعت طيبة كتير غير شكل. فبتمنى منكم إذا عجبتكم طريقة الخبز تعملوا لي لايك. سلام.